كل شيء في المستوى توت توب فات التوب باش تروح ديروا كل الحقيقة هذه. انهيار وصدمة داخل الإعلام الجزائري بعد فوز المنتخب المغربي بخماسية على الغابون، والدراجي يجن جنونه على المباشر. لن تصدق ماذا قالوا، ولكن إذا كنت فخوراً بالمنتخب المغربي وتتفق أنه زعيم إفريقيا فاضغط إعجاب للفيديو، ولا تنسى تعطير فمك بالصلاة على رسولنا الكريم. انتهت مباراة المنتخب المغربي ضد الغابون بفوز ساحق ب5 أهداف مقابل هدف واحد، وهو ما أشعل غضب الإعلام الجزائري وأثار ردود فعل غاضبة ومثيرة من أبرز المحللين مثل علي بن شيخ وحفيظ الدراجي. والبداية مع المحلل الجزائري علي بن شيخ الذي لم يستطع إخفاء إعجابه الكبير بما قدمه المنتخب المغربي، حيث قال في تصريحات جريئة نقلتها قناة الهداف الجزائرية: المنتخب المغربي أصبح قوة عظمى في إفريقيا، طريقة لعبهم، قوتهم الهجومية وانسجامهم، كل هذا يظهر أنهم الآن في مستوى المنتخبات العالمية. أما منتخبنا مع الأسف فقد أصبح مثالا للفوضى وضعف التخطيط. اليوم نحن نعيش في ظل منتخب مغربي جعلنا نشعر بالخجل من أنفسنا. هذه التصريحات صدمت الجماهير الجزائرية، حيث وصفها البعض بأنها طعنة في كبرياء الكرة الجزائرية، بينما رآها آخرون اعترافاً صريحاً بعظمة أسود الأطلس. أما حفيظ الدراجي فقد خرج عن طوره تماماً في فيديو نشره على قناته في يوتيوب، حيث هاجم المنتخب المغربي بشكل غير مسبوق قائلاً: ما يحدث مع المنتخب المغربي ليس طبيعياً، 5 أهداف بهذه السهولة؟ هذه ليست كرة قدم، بل هناك أساليب ملتوية يتم استعمالها. أنا أطالب بفتح تحقيق دولي فيما يحدث، فوزهم ليس نتيجة لعب نزيه، بل هناك شيء خلف الكواليس. تصريح الدراجي أشعل غضب الجماهير المغربية التي رأت فيه محاولة فاشلة للتقليل من إنجازات الأسود. في النهاية يظل المنتخب المغربي مصدر فخر لكل مغربي بفضل أدائه الكبير وإنجازاته المتواصلة. إذا كنت فخوراً بمنتخب بلادك لا تنسى دعم الفيديو بالإعجاب ومشاركة رأيك في التعليقات.